وفي مقدمتها إلغاء الطقوس الملكية التي عفى عنها الزمان، والتي تقضي من كل مغربي أن يركع أمام الملك ويقبل أيديه. ثم ماذا عن قضية الصحراء الغربية؟ هل تريدون أن نفتحها للحديث؟ هناك أيضا شعب في الصحراء يطالب بحقوقه. أنا أدعو الوزير المغربي إلى تصحيح علاقات المغرب مع الدول المجاورة له، وتلبية مطالب الإصلاح لدى الشعب المغربي، وفي مقدمتها إلغاء الطقوس الملكية التي عفى عنها الزمان، والتي تقضي من كل مغربي أن يركع أمام الملك ويقبل أيديه. ثم ماذا عن قضية الصحراء الغربية؟ هل تريدون أن نفتحها للحديث؟ هناك أيضا شعب في الصحراء يطالب بحقوقه.